إنِك تعملي كيكة هشة وإسفنجية بالطريقة ديّة وبأقل التكلفة وكمان يكون ليها بدايل، دي حاجة كويسة جدًا وحاجة سهلة أوي، بس في ناس الكيكة بتفشل معاهم جدًا، وواحدة صاحبتي كانت طالباها منّي، كانت بتقول لي إن الكيكة على طول بتفشل منّي وأنا كنت عايزاكِ تعمليها لي فيديو، هنعمل الفيديو النهارده وإن شاء الله يعجبكم وهتجربوها بالطريقة ديّة وهتنجح معاكم من أول مرة، بس لو عجبك الفيديو متنسينيش باللايك والشير والاشتراك في قناتي عشان يوصلك كل جديد. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. أول حاجة خلاط عادي هنجيب كوباية سكر من كوبايات العصير عليهم كوباية إلا ربع زيت، بس يكون زيت يا جماعة ملوش ريحة اللي هو مش زيت التموين. سوري بقى هنا الكاميرا عملت زوم وانا ما خدتش بالي. ضربت الزيت والسكر لوحدهم الاول ونزلت عليهم ببيضتين. طبعا لازم نحط فانيليا، فطلع ما عنديش فانيليا للاسف، رحت حاطه بشر ليمونه، ده البديل بتاعنا النهارده اللي هو بديل الفانيليا. استحالة تخيريه بينه وبين الفانيليا، كأنك حاطه فانيليا بالظبط. هنضربهم كويس جدا وبعد كده هنحط نص كوباية لبن. مش موجود لبن حطي علبة زبادي، مش موجود زبادي حطي كوباية عصير تانج من اللي هو بالبرتقال، هيديها برضو طعم حلو قوي. هنا بقى في بولة تانية غويطة جبت كوباية دقيق بنفس مقدار كوباية العصير بالظبط، حطيت عليها رشة ملح صغيرة قوي وحطيت معلقة كبيرة فانيليا، وهنزل بالمزيج بتاعنا. لو احتاجنا دقيق نزود بس ما نكترش عن كوباية في الأول عشان المزيج بتاعنا ما يتقلش معانا. هنا المزيج يعني خفيف شوية، فهبدأ أحط معلقة واحدة بس من الدقيق. ظبطت الدنيا قوي، طبعا الدقيق يكون متعدد الاستخدامات. كده القوام بقى كويس، اللي هو بترسمي اي حرف كده عليها تلاقي الحرف بيثبت شوية. كده القوام مظبوط. هنجيب بقى صينية او اي حاجة عندك قالب، هتدهنيها زيت فقط وتنزلي بالصينية على فرن حامي او فرن ساخن على درجة 180 رف وسطاني، وهنسيبها لحد ما تبقى معانا بالجمال ده، تاخد وش من تحت وتاخد الوش الدهبي ده من فوق وتبدأي تقطعي. مش عارفة اوصف لكم هي طرية وهشة ازاي، بجد تحفة كأنك عاملة كيكة اسفنجية بالظبط، هشة جدا. شايفين الجمال؟ يعني هي بتتكلم واظن هي واضحة من غير انا ما اتكلم. إيه، طرية قوي وطعمها يجنن وسواها من تحت زي فوق. يا رب بقى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وعرفنا ايه بديل الفانيليا، واتمنى تجربوها بالطريقة دي وتقولي رأيكم ايه، وبألف هنا وشفا وباي باي.